وقفنا المرة اللي فاتت عند الغلام فاش جنود الملك خداوه وطلعوا بيه على قمة الجبل وبداو كيساوموه كيقولوا له دير عقلك وغادي تكون انت الساحر وغادي تكون كلمتك مسموعة. هادشي من النعيم اللي غادي تكون فيه. إلا ما سمعتش الكلام غادي نرميوك من فوق الجبل. شوف الفرق، يعني تبقى عايش منعم ولا نقتلوك. الغلام اللي مازال حتى ما بلغش، يعني عمره أقل من 15 سنة، اش دار؟ بكل هدوء وثقة ويقين دعا الله عز وجل وقال اللهم اكفنيهم بما شئت. أصلا الموضوع منتهي بالنسبة لي، هو عارف أنه على حق. هو كان دعا الله عز وجل من قبل أنه يخليه يشوف آية إلى الراهب على حق يقتل الدابة، وكانت النتيجة أن الجبل اتهز وكلهم طاحوا وماتوا ما عدا الغلام. لكن الغلام دار واحد الحاجة غريبة بزاف. من المفروض والطبيعي أنه يهرب بجلده ويبعد عن الملك ويعتق راسه، لكن الغلام رجع للملك تاني. فاش دخل على الملك سولو في الجنود اللي كانوا معاك، قال له الغلام ربنا عز وجل كفاني شرهم. الملك ما بغاش يتنازل ولا حتى يفكر في اللي وقع ولا يسول الغلام على دينه، لا، هو امر الجنود الثانيين انهم ياخذوا الغلام ويركبوا في سفينه ويهددوه بالقتل، يا اما يرجع على دينه او يقتلوه. فاش ركبوا السفينه والجنود هددوا الغلام عاود دعا الله عز وجل، قال لهم اللهم اكفنيهم بما شئت، وهي تقلب السفينه وماتوا كلهم ما عدا الغلام، هو الوحيد اللي نجا. ما غاديش يهرب تاني ويرجع للملك. فالملك فاش شافوه سولو في الجنود اللي كانوا معاك، والغلام قال ليه ربي نجاني منهم. وقبل ما الملك يأمر جنود آخرين أنهم يقتلوا الغلام، قال ليه الغلام شوف انت ما غاديش تقدر تقتلني إلا إذا درتي هداك الشيء اللي غادي نقول لك عليه. فالملك قال ليه شنو ندير؟ الواحد ما عارفش منين غادي يتعجب أكثر، من الغلام اللي رجع باش الملك يقتلو ولا من الملك اللي ما عندوش ذرة عقل وما كيفكرش إلا في قتل الغلام وما قادرش يشوف قدرة الله عز وجل ومعجزاته. المهم الغلام قال ليه جمع الناس في مكان واحد وصلب لي في جذع شجرة، ومن بعد خذ السهم الأسود وديرهم في القوس وقل بصوت عالي باش يسمعوك الناس بسم الله رب الغلام ورميني بالسهم. إلا درتي هكا غادي تقدر تقتلني. فالملك جمع الناس ودار داكشي اللي قال ليه الغلام بالضبط، وقال بسم الله رب الغلام ورمى السهم ونزل السهم في صدغه فقتله. وطبعا الناس كانت عارفة اللي وقع مع الغلام وكيفاش أن الملك ما كانش قادر يقتله، وأن الجنود هما اللي كيموتوا كل مرة، وأنهم ما قدروش يقتلوه إلا لما قال بسم الله رب الغلام. فبعد ما تم قتل الغلام الناس كلها في نفس واحدة قالت آمنا بالله رب الغلام. وهذا هو السبب اللي منع الغلام أنه يهرب. عنده رسالة بغي يوصلها للملك وللناس. الراهب اللي هو المعلم الأول قتل وما كاينش من غيره اللي ينشر الدين. فإلى هرب شكون اللي كان غادي يعتق هاد الناس من ضلال الكفر والشرك؟ يقال أن الناس اللي آمنت في ذاك اللحظة أنهم 20,000 إنسان. يعني هاد الملك اللي خلى الغلام يدعي طول حياته ما كانش غادي يأمن هاد العدد كله من الناس. سبحان الله، كل ما أراد إنسان أنه يحارب دين الله عز وجل حربه غادي تكون سبب في انتشار الدين أكثر، وموت شخص واحد كان سبب في إحياء قلوب الآلاف. نوقفوا هنا وقفة مهمة. طبعا حنا شايفين في واقعنا الأطفال
اللي كتقتل وكتذبح وكتموت من البرد، والناس اللي تتعتقل وكتعذب وممكن تموت تحت التعذيب. هاد الناس عندها رسالة بحال الغلام بالضبط. هما فاش كيتعذبوا او كيموتوا جزاؤهم الجنة ان شاء الله، حسبهم شهداء، وربنا عز وجل يخفف عنهم ألم التعذيب وألم القتل. حنا ممكن نتخيلوا أنهم كيتألموا ألم شديد، بحال الراهب الذي نشر بالمنشار نصفين. متخيلين منشار كينشر جسده هو حي حتى كيتقسم النصفين. الموضوع تخيلوا مرعب، فما بالنا باللي وقع معاه هكا فعلا. لكن هذه من وجهة نظرنا حنا البشر، أما في حسابات الله عز وجل فالموضوع مختلف تماما. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد لا يحس بأي وجع بحال فاش كتحس بشي قرصة خفيفة. فالعذاب والقتل بالنسبة لهم أجر، وبالنسبة لنا إحياء لقلوبنا. وفاش نشوفوا طفل كيموت من البرد ولا إنسان معتقل ولا قلوبنا القاسية كتلين، وكنرفع يدينا بالدعاء لهاد الناس، وكيخلينا نشكر نعمة الله عز وجل اللي حنا فيها، وغيرها من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. وفي نفس الوقت هو فتنة للناس اللي في قلوبها مرض ونفوسها خبيثة، باش الله عز وجل كيخرج اللي في الداخل ديالهم، يقيم عليهم الحجة فاش يقولوا فين هو الله وفين رحمة الله، وكيفاش الله عز وجل يقبل بالظلم، وكيفاش واحد من أكبر الملحدين دابا كان حافظ للقرآن في يوم من الأيام قال هذا الكلام. فعلا الله سبحانه وتعالى ما كيقولش لنا القصاص من باب التسلية، القصاص للعبرة، لكن العبرة لمن يعتبر. ربنا عز وجل رحيم لا يرضى بالظلم، لكن احنا اللي ما كنشوفوش حكمة الله عز وجل، وفي بلاص ما نتهموا عقولنا بالعجز عن فهم حكمة الله عز وجل كنتهموا الله عز وجل بالظلم وعدم الرحمة والعياذ بالله. أصحاب الملك فاش شافوا الناس آمنت قالوا ليه هل اللي كنت خايف منه؟ كنت خايف من 3، ها هما الناس كلهم آمنوا. وأمر الملك بحفر الأخاديد، يعني حفر طويلة وعميقة وشعلوا فيها النار، وكيسأل الناس اللي كيصمم على إيمانه برب الغلام كيرميوه في النار. وهذا الملك قتل ناس كثيرة، لذلك نزلت آية في القرآن الكريم وبالضبط في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود. ويقال أن المحرقة ما كانتش غير في اليمن، كانت حتى في نجران وفي أماكن أخرى. كيرد الناس عن الدين ديالهم إذ هم عليها قعود. يعني هاد الناس اش كان ذنبها؟ أنها آمنت بالله، ما طلبوش من الملك فلوس ولا حتى حاجة، مجرد الإيمان بالله خلى الملك يقتلهم بهذا المنظر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المشهد ما كملش في يوم القيامة، والناس اللي فتنت هاد المؤمنين وعذبتهم الله عز وجل غيعذبهم في نار جهنم. ونار جهنم ماشي أي نار الدنيا، مجرد جزء من 70 جزء من نار جهنم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هاد الناس اللي تعذبت وتقتلت جزاؤهم الجنة، وهاد الجنة غمسة وحدة فيها كتنسي أهل الأرض وأساهم وشقائهم، فما بالكم باللي غادي يعيش خالدا فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شفتوا كيفاش الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه؟ عقلتوا على الراهب اللي قطاع الطرق أسروه من بعد باعوه وصبح عبد؟ أكيد ساعتها هو حزين على داك الشيء اللي وقع، لكن شوفوا تقدير الله عز وجل وحكمته بسبب حادثة بسيطة
بحال هادي. نجران كلهم آمنوا بسببه، وحتى أهل اليمن. وقعت هاد قصة أصحاب الأخدود كلها بسببه وفي ميزان حسناته. وغادي نبقاو نحكيو قصص هاد الناس حتى قيام الساعة. فاش يوقع لك ابتلاء أو أي حاجة ظاهرها شر ليك، ما تقلقش وأبشر بالخير، فالله عز وجل رب الخير لا يأتي إلا بالخير. حتى واحد ما نجا من هاد الجزارة غير رجل واحد سميتو دوس ذو ثعلبان. استطاع أنه يهرب، لكن جنود الملك ذو نواس مشاو من وراه باش يشدوه. هو يدخل في أرض رملية والجنود ما عرفوش كيفاش يشدوه. جلس كيفكر شنو يدير باش يأثر لهاد الناس اللي تقتلت ظلما. هو يفكر في قيصر ملك الروم وكان على النصرانية. هو يمشي عند دوس ذو ثعلبان وحكى ليه داكشي اللي وقع، وهو يغضب بزاف، لكن قال ليه ان اليمن بعيده وما غاديش نقدر نمشي بجيشي حتى لتما، لكن انا غنبعث معاك رساله للنجاشي ملك الحبشه هو اللي غادي يساعدك. حكام الروم يقال لهم قيصر، وحكام الحبشه يقال لهم النجاشي. هو يمشي دوس بن ثعلبان لعند النجاشي ملك الحبشه. في هذا الوقت ماشي هو النجاشي، أصحاب اللي غادي يكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغادي نعرفوا قصته وقتها إن شاء الله. حكى ذو ثعلبان للنجاشي اللي وقع، وغضب النجاشي بزاف وكان على النصرانية حتى هو يجهز جيش قوي، كان حوالي 70,000 مقاتل بقيادة واحد سميتو أرياض، وكان في الجيش أرياض واحد سميتو أبرهة. وصل الجيش لليمن، وقع القتال، وبدا القتال بين ملك اليمن ذو نواس وجيشه وجيش أرياض. انهزم ذو نواس وهرب للبحر في سفينة، خاف يتبعوه ويقتلوه وهو ينتحر. حكم الأحباش اليمن، وكان الحاكم هو أرياض كان ظالم بزاف، حتى هو كان كيظلم الأحباش اللي كانوا معاه. فالأحباش تشكاو لأبرهة وجمعهم، وجيش الحبشة قام قاسم قسمين، قسم مع أرياض وقسم مع أبرهة. وأبرهة طلب أنه يتكلم مع أرياض، قال ليه دابا إلا حنا تقاتلنا جيش الحبشة غادي يفنى وأهل اليمن غادي يرجعوا يحكموا تاني، خلينا أنا وانت نتقاتل واللي يغلب هو اللي يحكم. وهو يوافق أرياض، وبدا القتال بين الجوج وهما كيتقاتلوا. أرياض ضرب أبرهة على راسه بالحربة، هو يشق ليه الحاجب والأنف حتى الفم، وصبح اسمه أبرهة الأشرم. لكن أبرهة استطاع أنه يتغلب على أرياض وقتله، هو يولي حاكم اليمن. وصل الكلام للنجاشي وهو يغضب، كيفاش أبرهة يقتل القائد ديالو؟ هو يحلف أنه ما غاديش يخلي أبرهة يدوس على أرض اليمن. حلق شعر أبرهة، فأبرهة حلق شعره وخدا شوية من تراب اليمن، حطها في جراب بحال الكيس وأرسله للنجاشي مع رسالة كيقول ليه فيها أنه عبد له، وأنه ما غاديش يخالف أمره، أن القتال اللي وقع كان بسبب ظلم أرياض، وأنه هو أقوى من أرياض في حكم اليمن. وأنا حلقت لك شعري وبعثت لك تراب اليمن تدوس عليه باش نبرأ حلفتك. ورضى النجاشي عنه وأقره على حكم اليمن. فأبرهة باش يثبت ولاؤه للنجاشي بنى كنيسة عظيمة جدا، حتى واحد ما بنى بحالها من قبل بالمرة، وسماها القليس، وأمر الناس أنهم يحجوا فيها. وبعث للنجاشي وقال ليه أنا بنيت لك كنيسة عظيمة وغادي نخلي العرب يحجوا فيها. هو يوصل هذا الكلام لواحد من العرب من قبيلة كنانة، هو يتسلل الكنيسة وتبرز فيها، يعني دار فيها حمام إهانة لها. فاش عرف أبرهة باللي وقع قال شكون اللي دار هذه الفعلة؟ فقالوا ليه واحد من أهل بيت العرب. بعد ما عرفوا أنك باغي تخليهم يحجوا للقليس، فغضب أبرهة وحلف أنه يمشي باش يهدم هذا البيت، وبدا كيجهز جيشه باش يمشي لمكة ويهدم البيت الذي كيحجوا فيه العرب. البداية والنهاية لابن كثير.